السلام عليكم، صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى عايزه كده نكسر الروتين ونقوم نعمل معاكم روتين حلو كده. نقول لهم صباح الخير. صباح الخير. صحينا وفطرنا صح؟ اه. شربنا اللبن. اه. تمام. ودلوقتي هنعمل ايه؟ نضف. دلوقتي هننضف. بصوا، كنت بعمل صيانه للتكييفات وكده، وجاي يعني حصل تنظيف وغسيل للتكييفات، فعايزه اقول لكم بقى. استنى. فالدنيا انتوا عارفين بقى، عمال دخلوا كان 4 وكده، فالدنيا اتبهدلت خالص. عايزه اقول لكم بصوا، شلت السجاده اللي كانت في الاوضه، فجت فرصه كويس لان انا كنت مكسله دايما اشيلها، لان هي كانت السجاده بجد حاطين مساحه كبيره تحت السرير وتقيل وكده، وفولكان اصلا عنده مشكله في الظهر يعني، فكنتش عايزه ان انا اعسفه، بس بقى جت يعني فهمني الفرصه بقى، حد دخل بالشوزات وكده والدنيا اتبهدلت، فشلت سجاجيد الشقه كلها. ثواني يا داوود انا بتكلم. وغسلتها في المغسله، وجت بقى فقلت بقى يبقى ننضف تنظيفه حلوه، عشان هشوف لسه لو هفرش. بفكر بصراحه ما افرش السجاده بما اننا في الصيف، وبما شلتها ممكن على الشتاء نفرشها، هنشوف الوضع ده. المهم بقى، فاوضه الولاد عايزه اغير الملايات، انضف وبتاع. المهم زي ما انتم شايفين، انا قلت لكم في فيديو كده من كام يوم ان في حد من حبايب امونه، يعني هي برضو ساكنه هنا كده في حلوان، جابت لي الفوط ديت اللي هي بنستخدمها بدون منظفات، عشان دايما بقول لكم ان الولاد عندهم امر الحساسيه وكده. بصراحه جابت لي كذا حاجه، اللي هي بتاعه الاطباق، بتاعه الدهون، بتاعه الازاز، التراب، الكلام ده. فانا دلوقتي في اوضه الولاد هحتاج ان انا استخدم الاثنين دولت، اللي هي بتاعه التراب. بصوا، هي دي الماركه اصلا، عشان تقريبا في كذا ماركه، هي قالت لي ان دي افضل حاجه، اسمها ايكوواي. مش عارفه بقى، الكاميرا بصور بالكاميرا الاماميه فمش هيبقى يعني باينه لكم قوي. المهم، هي دي الفوطه بتاعه التراب. انا عايزه اقول لكم ناعمه جدا. هو الوجه دوت كده تحس انه يعني زي الفوطه من هنا، لا املس، بس هي قالت لي عادي على الوجهين يعني يستخدموا. مهم من التعليمات ان انا تقريبا احطها في ميه دافيه الاول قبل اول استخدام، او لما اجي استخدمها او اشطفها بميه دافيه، ولكن ما تتعرضش، وانا بشوفها ما تتعرضش للشمس خالص. فانا هعمل كده، احط دي في ميه دافيه، وبرده نشوف مع بعض. دي ثانيه دوت برضو بتاعه الازاز، يعني انا في اوضه الولاد مش هحتاج ان انا استخدم غير الاثنين دول. بصوا بقى، هو انت هتتنضف؟ دول انت عشان نضفت ومت بيهم؟ دول هيتنضفوا بيهم. ده ودي يسالني عنده فضول قوي. فبصوا دولت دي بتاعه الازاز برضو، تحسوا يعني ملمسها بقى ونوع القماش تماما مختلف. المهم ان هي برضو قالت لي ان ده انتي بكتيريا وكده، عشان كده مش لازم نعرضها للشمس لما نجففها. وبتتكلم ان يعني المدى بتاعهم ممكن مينيمم 2 سنين. فبصراحه انا دايما بسمع من حبايب امونه منكم في التعليقات، كذا حد كان بيكتب لي عن موضوع الفوط اللي بتستخدم للتنظيف بدون اي منظفات، فهجرب النهارده اشوف، لان انا بصراحه عندي الخشب متبهدل شويه. فهنشوف، يلا نبدا روتيننا مع بعض. وانا بصور الفيديو ده كنت متشجعة جدا بيكو، واتمنى فعلا ان هو يكون الروتين بالنسبة لكم محفز ومشجع كده، وفعلا تقوموا تخلصوا اللي وراكم زي ما انا عملت كده النهاردة. بس يا ريت بقى ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك. انا عارفة ان انتوا مش بتبخلوا عليا، بس انا بنسى اقول لكم. وبصراحة الفيديوهات الايام اللي فاتت دي يعني واقعة عندي خالص. انا عارفة ان انا اللي كسلانة، بس علشان ارجع اتشجع بيكو يعني محتاجة ان انتوا تدعموني اكتر من كده. فياريت ما تنسوش اللايك، ولو شفتوا فعلا الفيديو حلو ومشجع شاركوه مع اصحابكم ومعارفكم. بعد بقى ما شلت الملايات، اي حاجه في الاوضه مش في مكانها هلمها. شلت الكوبايات، الالوان، الاولاد، الكرسي ده كان عليه اي حاجه زي ما انتم شايفين عليه هدوم كتيره كده، فبدات ان انا افند الهدوم ديت، اللي عايزه تتطبق وتتشال في الدولاب، اللي عايزه يتحط في الباسكت. وبعد كده داود بقى هنا، قلت له يلا ساعدني. كانت جليزار قاعده عند ماما، زي ما بقول لكم جليزار الايام دي يعني بتصحى من النوم تروح عند ماما. وداود هو بيروح سمر كورس، بس بيروح 3 ايام بس في الاسبوع، اول 3 ايام في الاسبوع يعني.
فالنهارده هو موجود في البيت بقى، فبصراحه قعد يساعدني، وقلت له يلا بقى نلم الحاجه بتاعتك والكتب الالوان وكده. فشلت كل حاجه زيادات علشان ابدا بقى ايه انضف براحتي. الفوطه اهي اللي هي بتاعه التراب بليتها كده بميه دافيه وعصرتها، وبدات ان انا امسح الخشب بتاعي عادي. زي ما انتم شايفين انا بصراحه الخشب عندي مش متطرب اللي هو التراب العصيب، بس يعني كانت بتشيل حلوه. وكانت بصراحه الفوطه الكواليتي بتاعتها حلوه قوي وكبيره كده. يعني عايزه اقول لكم انا هي بعصره واحده مسحت بيها الاوضه كلها. جيت هنا على الابيض كده عشان احاول اشارك معاكم، بيبقى بقى في الغبار الناعم دوت. فكانت حلوه زي ما انتم شايفين. يعني حاولت كده ان اقرب لكم، بس التراب ما كانش باين قوي يعني لان زي ما اقول لكم يعني اهي مثلا ده السلمه دي متبهدله اهو، هنا كده وضح لكم التراب. فزي ما انتم شايفين كانت حلوه يعني وعمليه ونضفت بيها. داود هو اللي عايز ينضف. طيب امسك بقى الفوطه كويس. شايفين التراب؟ امسح كويس. هنا 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 المهم بصوا. طلع التراب لسه لسه. هنا برافو يا دود. فوق من فوق شاطر. وهنا ماشي وهنا تراب. ماشي يلا وريني الشطارة. مبسوط؟ طب وريني الفوطة بقى شالت التراب، عايزين نشوف. هنا رتبت انا كمان انا امسح. انت اللي كتبت تمسحه؟ ماشي. هو طبعا داود مش عارف يسحر بس يعني حلو. تعالى ورينا نشوف بقى. شايلة في تراب بس بصوا. فانسة نتيجة من ايه جواي ايه. زي ما كنت بقول لكم الدولاب عندي متبهدل، لان لما جم يغسلوا التكييف كانت في ميه بقى بتطرطش كده، كانوا بيغسلوا التكييف بمسدس ميه، فكان في بقى نطرات ميه كده مع التراب فبقعت. فبصراحه برضو شالت قوي. يعني زي ما بقول لكم هي الفوطه معصوره خالص، مسحت بيها كل ده، وكل بقى الخشب موجود في الاوضه واللي هي الاورنج ديت اللي هي بتاعه الازازه هي اللي مسحت بيها التلفزيون. وبعد كده هي كانت صديقتي قالت لي لو الازاز بيكون مطرب قوي يعني يفضل ان احنا نمسحه اول مره مثلا بفوطه التراب، وبعد كده نمسحه بالفوطه اللي هي مخصصه للازاز. وداود برضو كان بيساعدني زي ما انتم شايفين. بصراحه انا الشباك عندي من بره كان متبهدل وعايزه يتنضف ومرضتش، وداود واقف لان هيبقى تراب كتير وكده. ف يعني بتاع الازاز ما قدرتش يعني احس بفرق، لان زي ما بقول لكم حتى لو لمعت من بره من جوه من بره كان متبهدل. بصوا بقى هنا انا استغليت الفرصه ان فعلا السجاد مش موجود، وقلت انا عايزه اسوق السرير دوت، لان كنت بشوف فعلا ان السرير من الجنب كده في حاجات واقعه كتير، بس دايما ما بقدرش يعني ما بقدرش اسوق السرير بسبب السجاده. فالنهارده يا سعادتي بجد يا سعادتي وانا بسوق السرير كده، وشلت المرتبه بصراحه علشان ما يكونش تقيل عليا واقدر ان انا يعني ازقه براحتي. وزي ما انتم شايفين بقى الكوارث اللي كانت ورا السرير دي اول مره ازق السرير فعلا. فدي يعني ايه 8 شهور بقى لنا 8 شهور. المهم زي ما انتم شايفين جبت بقى المكنسه دي علشان تلم التراب الناعم والم الباسكت بتاعتي. وبعد كده هنا جبت بقى الزعافه ديت، لاني لقيت الحيطه اللي عند الولاد مثلا عند السرير سواء من ناحيه داود او جلوزار لو باين قدامكم هتحسوا ان هي متبقعه متبهدله. فحسيت ان انا عايزه امسح الحيطه. كان شكلها مؤرق قوي يعني، خاصة ان انا طبعا عندي البياض ابيض فبيبان، وانا بصراحة كنت حابة ان انا يعني البيت كله يبقى ابيض علشان يوسع كده البيت، لان انا عندي البيت مش كبير فيعني يريح العين افضل يعني. بعد ما زعفت الحيطة بتاعتي كلها جبت بقى حتة
بس حته عاديه خالص، وبرضو عصرتها وقلت هلمع على اساس ان انا كنت عامله حسابي ان انا هستخدم الجاف وايه وبالليفه وكده. بس بصراحه بصوا هنا باين اكتر عند السرير بتاع داوود، مجرد بس بالفوطه مسحت طلع. فاتبسطت جدا لان انا بصراحه واحنا برضو بنبيض كنت قايله يعني مختارين ان يكون بياض ينفع ان هو يتمسح، فكنا مختارين ان هو بيتقال عليه نص لمعه. فبصراحة كان مريح قوي يعني، حتى لو كانت في صعوبة مثلا ما اتمسحتش، اعتقد لو كنت يعني حتى بالليفة او كده كان هينضف اكتر. بس انا كنت راضية بالنتيجة دي زي ما انتم شايفين الفرق. وهنا كان داود عمال يوريكم الماسك بتاعه بعد بقى مسحت السفلي كمان والحيطة كلها. هنا بقى بالشرشوب عايزة اقول لكم مسحت مرة واتنين، مش قادرة اصدق ان السرير عرفت ازقه. وبعد بقى مسحت ونشفت رجعت السرير وحاولت ازقه على الحيطه وعلى الجنب قوي عشان ميبقاش فيه فرصه فعلا ان في حاجه تقع زي ما انتوا كنتوا شايفين. والحيطه فرقت. وبدات بقى ان انا اكنس باقي الاوضه كمان. عايزه اقول لكم احنا برضو بعد ما كانوا العمال مشوا على طول كنا مسحنا يعني، بس برضو الا عقبال ما جينا اهو تاني يوم كانت برضو الاوضه عندي اتبهدلت الولاد. وبصراحة حاسة ان انا مرتاحة كده، لا مش عايزة افرش السجادة، حاسة ان بالنسبة لي اسهل في التنظيف. جيت بقى هنا الحيطة اهي برضو كانت متبهدلة مطرح زي ما بقول لكم بالمسدس المية اللي كانوا بيغسلوا بيها. وبعد كده مجرد ما لمعت الحيطة وشفت الفرق، عينك بعد كده هتبدأ تلاحظ اي حاجة لو هي متوسخة او في بقعة في الحيطة، يعني هتقرق عينك. فبدأت ان انا ايه على قد ما اقدر برضو كده الحيطان على قد ما ايدي طالت عرفت ان انا ايه امسحها برضو. خاصة هنا الجزء ده دايما الترابيزة بتاعت الولاد فهم بيقعدوا هنا اكتر بيلعبوا، يعني اي مكان هتلاقي الولاد دايما فيه مطرح ايديهم وكده الحيطة متبهدلة اكتر. فبالنسبة لي كده خلاص برضو بعد ما همسح الحيطة مش هيبقى ناقص لي غير ان انا امسح الارض وبعد كده نفرش الاوضة بتاعتنا. عايزه بقى افكركم عملتوا اللايك ولا لا؟ اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا كده اتشجعتوا معايا، ولو في حاجه فعلا حابين تخلصوها تقوموا تخلصوها. انتوا عارفين مجرد ما الواحد فعلا بيبدا ويعمل الشغل كده بيتحرك وبيتنشط، وتلاقي الشغل بيبقى عايز يجيب شغل، غير مثلا احيانا بيبقى الواحد مكسل ان هو يقوم يعمل حاجه البيت وبتاع. بس لا لما فعلا بنقوم وننظف ونشوف اللي ورانا اصلا بنبقى يعني سبحان الله كاننا بتجيلنا كده قرعه نشاط، ونبقى عايزين نخلص فعلا كل اللي ورانا. انا مسحت بقى وفرشت كده الملايات بتاعت الولاد. كنت اول مره افرش لهم الملايات ديت، فكان داود مبسوط قوي وراح مخصوص لجلوزار عشان يناديها يقول لها تعالي شوفي الملايات. كنت جايبه لهم كده حاجات عليها يعني حاجات اطفال، وطبعا داود اهو سبايدر مان بس فبالنسبه لي كده انا فرشت الاوضه، وعايزه اقول لكم ريحه النظافه مفيش احلى من نظافة كده، وان البيت يبقى متروق ونبقى مخلصين اللي ورانا. مهم تعالوا بقى علشان نحضر الغدا مع بعض. هنا انا كنت بتكلم معاكم بس بصراحة وانا بعمل مونتاج حسيت ان الفيديو هيبقى طويل قوي عليكم، سريعا كده هشرح لكم الغدا بتاعنا النهارده ايه. احنا النهارده هنعمل اكله بس ببروتين نباتي مش حيواني. انا بحاول مثلا اليوم اللي ناكل فيه لحوم اليوم التاني تبقى اكله خفيفه. فهنعمل النهارده اكله المنتي التركيه. اكله المنتي انا شاركتها معاكم، بيبقى عباره عن عجين ومحشي لحمه مفرومه وبيتعمل بصوص من الزبادي والزبده. الاكله دي بقى اسمها مرجماك مانتي. مرجماك يعني عدس، يعني يعني مانتي العدس. دي العجينه اللي كنت بوريها لكم دي عجينه زي المخروطه، وده كوبايه عدس بجيب انا هنا سلقاه. لو ما عندكمش طبعا العجينه دي، لان انا بصراحه دي جايباها من جمشانه تحديدا، كان اخر حاجه عندي. هنستخدم مكرونه، استخدمي المكرونه مثلا اللي هي بتبقى على شكل القوقعه ديت ماشي. فكانك بتسلق المكرونه عادي اهي، وانا برضو بسلق العجينه. وسلقت كوبايه عدس بجيب زي ما قلت لكم، وهنا جبت بقى حته من الزبده ونزلت عليها ببصلايه مفرومه ناعم قوي زي ما انتم شايفين، وهنزل عليها كمان بفصين توم. بصوا الاكله دي ممكن تيجي الناس جدا غريبه ويستغربوها، لان انا واحده من الناس ما كنتش باكل اي اكل عليه زبادي خالص، مش بحب. بس دي من انواع الثقافه او طبيعه الاكل عند الاتراك، بصراحه يعني بقيت احبها جدا.
والناس اللي اكلت المانتي قبل كده ممكن هيكون سهل عليها ان هي تتقبل تجرب الوصفه بتاعت النهارده، لان هي بصراحه حلوه. هنا كنت بوريكم بعد ما شوحت كده البصل والثوم، هنزل بمعلقه من معجون الطماطم ومعجون الفلفل. لو مش عندك الفلفل استغني عنه، بس انا عشان عندي بستخدمه. وبعد ما شوحتها هنزل ببهاراتي، فلفل اسود والملح. ومهم جدا بقى عندنا البول بيبر، يعني شطة ممكن تحطي شطة. النعناع مهم جدا لان هو بياخد طعم الصوص في حتة تانية خالص. وبعد كده بنزل بكوباية العدس واشوحها كده مع بعض. وبعد كده هنزل بحبة من المية علشان تعمل لي زي صوص. دي انا كنت اول مره اجرب اللي هو الوصفه ديت، لكن اكله المانتي انا بحبها جدا وشاركتها معاكم قبل كده كذا مره على القناه، يعني حتى سواء لو كنت ببقى جايباه جاهز من الماركت او احنا عملنا العجينه مع بعض. بس انا حبيت اشاركها معاكم ليه؟ لان هي اكله جميله وليها طعم مختلف، وفي نفس الوقت ببروتين نباتي مش حيواني. هنا بصوا زي ما انتم شايفين العجينه متقطعه كده مربعات، عندي كانت يعني بتتسلق عادي زي المكرونه، بس انا العجينه عندي بتكون متملحه، فما حطيتش ملح في ميه السلق. وبالنسبه لي كده كانت استوت، ما كنتش عايزاها ان هي تعجن ولا حاجه. هصفيها بقى كويس قوي وغرفتها في الطبق معايا. وبص ده زبادي، بس قلبته كده بالمعلقه علشان يبقى القوام بتاعه انسيابي. في ناس ممكن بتحط فص ثوم على صوص الزبادي، بس انا اكتفيت بالثوم اللي انا حطيته مع العدس عشان خاطر الولاد. زي ما اقول لكم الاكله دي للناس اللي جربت اصلا اكله المانتي مش هتبقى غريبه عليهم، ويعني بشجعكم ان انتوا تجربوها. ودوت هنا صوص العدس. عايزه اقول لكم كانت الاكله جميله جميله جميله، يعني عجبتنا كلنا سواء الولاد او فولكان. بصوا في العادي بقى ممكن كمان هنا تعملوا طشه كده من الزبده، بس انا مرضتش اعمل كده عشان يعني فولكان انتوا عارفين عنده مشكله في القلب في الوقت الحالي، فهو ذات نفسه طلب ان مش عايز يبقى فيه زبده كتير، بس هي برضو بطعم طشه الزبده دي بتاخد الاكله في حته تانية. المهم اكلنا الحمد لله، وفعلا كانت اكله جميله. ولو جربتوها بقى هستنى ان انتوا تقولوا لي في التعليقات، او زي ما بتشاركوا معايا كده على الانستجرام. فهسيب لكم الانستجرام بتاعي على الشاشه، امونه في تركيا، بشارك برضو كده معاكم هناك ستوري كده ومقتطفات. مهم قلت بقى ادخل اروق المطبخ بما لسه عندنا جرعه النشاط كده، علشان اقعد بقى براحتي وميبقاش ورايا حاجه طول اليوم. قلت اغسل المواعين. انا شلت المواعين اللي هي الاطباق والمعالق والكلام ده كله، فغسلت الاطباق وشغلتها، ودي الحلل اللي انا استخدمتها. وبصراحة برضو كنت متشجعة ان انا ادخل المطبخ علشان عايزة اجرب برضو الفوطة اللي هي مخصصة للدهون، علشان عايزة امسح الحيطة اللي هي ورا البوتاجاز. المهم وانا بعمل معاكم هنا المونتاج افتكرت اني برضو من ضمن الفوط اللي هي كانت جايبالي حاجه خاصه برضو بالاطباق، بس ما جاش في دماغي خالص. عارفين كنت مركزه في هدف واحد اللي هي الدهون، لكن برضو في ليفه كده يعني ناعمه برضو كده حلوه مخصصه للاطباق. واللي خلاني افتكرت ايه، لان الليفه فعلا اللي انا بستخدمها دي رحت جبتها مخصوص جديده، كانت الليفه بتاعت المواعين يعني اتهلكت خلاص، فقلت طب بدل ما كنت استخدم دي ما كنت جربت التانية، بس نسيت فعلا خالص. المهم غسلت المواعين بتاعتي زي ما انتوا شايفين كلها، يعني يا دوبك كانت الحلل والمصفى والحاجات ديت. ونشطف بقى الحوض بتاعنا برضو نغسله ونلمع الرخامه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. عايزه اجيب الى الان الصبانه اللي انا اقدر احط عليها اللي اسمها ايه، الاسفنجه بتاعه الحوض. كل ما انزل ما الاقيش حاجه. مهم هشيل بقى كل حاجه موجوده عندي على الرخامه الجزء بتاع البوتاجاز. وعايزه اقول لكم بقى وانا هنا بعمل برضو المونتاج عماله بفتكر كل حاجه. كان الكاتل عندي بايظ، وماما جابت حد كهربائي يعني يصلح لها حاجات في البيت، وقالت لي بالمره خليه يصلح لك الكاتل. وفعلا الحمد لله صلح لي الكاتل. زي ما انتم شايفين انا كنت بسخن الميه باللي هي الكنكه بتاعه القهوه الكهرباء ديت، علشان ما عنديش الكاتل زي ما بقول لكم كان بايظ. المهم انا حطاهم جنب البوتاجاز هنا ليه؟ عشان الفيشه اللي هي عن ناحيه الرخامه التانية اصلا كانت بايظه. فبقول لماما ايه يعني الراجل جه وصلح لي الكاتل وجيت جربت الكاتل ونسيت اقول له ان الفيشه اصلا بايظه. كل ده افتكرته وانا بشارك معاكم كده هنا وبعمل المونتاج.
المهم دي الفوطه اللي هي الجلافز ده اللي هو ايه مخصوص بقى للدهون، هو خشن كده شويه برضو دوت بقى، دوت لازم يتحط اول استعمال في ميه مغليه، وعصرته كويس لحد ما ايدي اتحملت درجة حرارة ان انا يعني البسه، وزي ما انتم شايفين بقى من غير اي منظفات او حاجة حاولت ان انا امسح. كان في طرطشة من الصوص وكده اول ما بدأت ان انا استخدمه، بيشيل من على الوش، ولكن ستيل زي ما بقول لكم ان انا حتى لما بستخدم منظفات او بستخدم الليفه العاديه بتحسوا ان في دهون كده ما تقدروش تحسوها لما تحطوا ايديكم، مش بتبقى باينه قوي. انتوا علشان تستخدموا الجلافز دوت وتتخلصوا من الدهون ديت فعلا محتاجين بقى قوة بدنية، يكون حد زي ما بنقول ايه ربنا يديكوا الصحة العافية كده، يكون عنده حيل زي ما بنقول. انا بصراحة عضلاتي ضعيفة جدا ومن النوع اللي ما بقدرش اضغط، يعني مش بعرف، فكان بالنسبة لي متعب، يعني بيشيل مش ما بيشيلش بس عايز مجهود بدني مجهود بدني. فانا يعني هنا بحاول اوريكم اهو ان هو حتى الحاجات السوداء اللي على البوتاجاز بيشيل، بس لا يعني هياخد منك وقت وعايز مجهود بدني فعلا عشان تقعدي بقى تتعكي عشان فعلا تتخلصي اللي هو تقولي ان انت نضفتي. فبالنسبه لي انا واحده زيي لا ما كانش عملي بالنسبه لي بتاع الدهون، هياخد مني وقت وهيرهقني، لكن هو ممكن يكون مناسب لفعل الناس بقى اللي بيكون عندها فعلا امراض جلديه وحساسيه عاليه قوي من المنظفات والكلام ده، ممكن يكون عملي. انا هنا حتى حاولت اجرب برضو في الخشب بتاع المطبخ لان برضو متطرطش كده نقط من الدهون بقى مطرح الطبيخ والقلي والكلام ده بيشيل، بس زي ما بقول لكم محتاج ان بكل عزمك تفضلي تتعكي، وانا ما فيش خالص. المهم هنروح نقوي عضلاتنا ديت ان شاء الله كده في الجيم ونبقى عندنا لياقه بدنيه اكتر. بس ده كان فيديو النهارده والروتين بتاع النهارده، حاولت كده ان انا اتشجع بيكم وان انتوا تتشجعوا معايا. يا ريت ما تنسوش بقى ان انتوا تدعموني، واشوفكم على خير فيديو جديد. ما تنسوش اللايك، واقول لكم باي باي.